بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما تحيا جمهورية مصر العربية. برحب بحضراتكم وبرنامجنا الجديد السابعة في خدمتك. هو مش جديد بمعنى المعروف بقدر ما احنا يعني هنتناول موضوعات. يعني كنا الأول بنلتقي كل يوم 3 لمحافظة واحدة فقط زي أسيوط، لكن المرة دي هنتناول قضايا مختلفة من كل المحافظات. ولكن اسمحوا لي النهاردة ال3 يعني مختلف. يعني احنا نتناول السابعة في خدمتك، ده اسم البرنامج. وطبعا شيء طبيعي، احنا في خدمة كل السادة المواطنين والمشاهدين الكرام وأهالينا في كل مكان. هيكون نفس الإطار برضو الخدمات التي تقدم للسادة المواطنين في كل المحافظات، الأخبار الجديدة، القضايا المختلفة اللي احنا بنعيشها معكم. لكن حقيقة يعني أنا من حسن حظي واحنا بنبدأ النهاردة هذه الحلقة من برنامج السابعة في خدمتك، لا يعلو صوت فوق صوت المعركة، لا يعلو صوت فوق صوت العزة والكرامة والفرحة. فرحة مصر بعد النصر. دايما العالم كله، الدول، الامبراطوريات المختلفة، الزمن، المكان، بيبقى فيه تاريخ مهم جدا في حياة الأمم بتعيشه، بتتعايش معاه، كل سنة بتنشط الذاكرة الوطنية لهذا اليوم المجيد. لكن اليوم بتاعنا ده يوم غير عادي، يوم غير تقليدي، ده يوم غير مجرى الحياة تماما، ليس فقط في مصر ولا المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط، وإنما على مستوى العالم أجمع. 6 أكتوبر عام 1973، 10 رمضان 1393. الإيمان، التضحية، النصر، الشهادة بصيحة الله أكبر. طيب النهاردة 52 سنة مرت على حرب أكتوبر، مرت على هذا النصر العظيم، نصر أكتوبر. 52 سنة وما زالت بتحمل، أو ما زالت حرب أكتوبر تحمل الكثير من الأسرار التي لم تعرض بعد. حرب أكتوبر عبارة عن معارك متنوعة. كل معركة مشاهدينا الكرام تصلح أنها تكون حكاية ورواية يحكيها راوي السيرة الهلالية على مر الأجيال. أنا مش بقول كلامه بس، لكن لما نتكلم عن السيرة الهلالية كملحمة عربية وإلياذة العرب ودرة الأدب الشعب، وأنا كان لي الشرف أن أنا أكون من القلائل اللي قدموها على مستوى الإعلام المصري. النهارده بقول الراوي مع تراكم الزمن هيحكي على الربابة ازاي كل جندي مقاتل، كل في القوات المسلحة، وازاي كل من شارك في هذه المعركة العظيمة بيعتبر ملحمة عشناها. أسماء كثيرة جدا مشاهدين الكرام. خلي بالكم ما بين كل سنة والتانية بنلاقي جديد حصل أو خرج من باطن أسرار حرب أكتوبر. نصر أكتوبر المجيدة. وأنا بكلمكم النهاردة سبحان الله، كما لو كان ربنا كاتب على مصر فعلا أنها تعيش في عزة وكرامة. لسه على طول في التو أنها تحتل أو تفوز بمنصب مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني وزير الآثار. ده نصر كبير جدا ان يكون منصب دبلوماسي عظيم جدا في منظمة الامم المتحدة. وامتى يجي يوم 6 اكتوبر. لا مش كده وبس، لما تيجي تتفاوض حول خطة ترامب اللي الخاصة بإحلال السلام في المنطقة، ايضا يوم 6 اكتوبر الكيان الصهيوني عندك في 6 اكتوبر. حتى قالوا هم المصريين بيستفزونا بهذا الكلام. لكن مصر عظيمة، مصر جميلة في شعبها، مصر بقيادتها السياسية وبقيادتها العسكرية، أجيال وراء أجيال فيما يخص القوات المسلحة. بصراحة أنا عاوز أقعد كتير أتكلم عن هذا الموضوع وعن النصر، وخاصة لما تكون عشته. أنا الحمد لله رب العالمين، وكتير عاشوه وإحنا كنا لسه صغيرين، بس الكلمة والأغنية والجملة واللحن كله ده عشناه، خاصة مع أغنية بسم الله الله أكبر، وعلى الربابة بغني، وغيرها من الأغاني الجميلة. 52 سنة مرت، في ناس استشهدت وفي ناس أصيبت، لكن ربنا كتب على بعض الناس أنها تعيش عشان خاطر تحكي ليا وليك
ولكل الأجيال اللي جاية إيه اللي حصل من بطولات عظيمة في معركة النصر والعزة والكرام. يا رب مصر دايما في نصر. أسطورة الجيوش وسادة المعارك، وكان على العدو والكل معاه مشارك. يحيى جيشنا العظيم، أولاد مصر القوية، درع وحسن الأمان ليهم أعظم تحية. أسطورة الجيوش وسادة المعارك، وكان على العدو والكل معاه مشارك. طايرين زي النسور وسماء خط أحمر، ويحولوا البحور بركان عليه يفكر يقرب من نجاة. ده جيشها شعبها، ده جيشها شعبها، أبطال الله أكبر. يا ولاد مصر القوية، بوجودكم تحيا مصر. أبطال ثابتين مكانكم وتاريخكم كله نصر. أقوى وأعظم جيوش جيشنا اليوم القيامة، واسألوا كتب التاريخ جيشنا أكبر علامة. يا ولاد مصر القوية، بوجودكم تحيا مصر. أبطال ثابتين مكانكم وتاريخكم كله نصر. طايرين زي النسور وسماء خط أحمر، ويحولوا البحور بركان عليه يفكر يقرب من نجاة. ده جيشها شعبها، ده جيشها شعبها، أبطال الله أكبر. أسطورة الجيوش وسادة المعارك، وكان على العدو والكل معاه مشارك. يحيى جيشنا العظيم، أولاد مصر القوية، درع وحسن الأمان ليهم أعظم تحية. يعني أنا قلت المقدمة ومعايا علم مصر، وعلم مصر كان كلمة السر مع كلمة الله أكبر في حرب أكتوبر المجيدة، حرب أكتوبر العظيمة. خلوني كده يعني أنا يعني بصراحة يبقى لقاء صعب جدا بالنسبة لي، وأنا جسمي بيقشعر عندما ألتقي بالبدريين. بدر الثاني، يعني إذا كان معركة بدر الأولى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، معركة أكتوبر كانت بتحمل رجال آمنوا بأن الأرض لا تسترد إلا بالتضحية والبطولة. معنا أحد أبطال حرب أكتوبر العظيمة ومدير كلية محمود طلحة، سيادة اللواء أركان حرب محمود طلحة. سيادة اللواء برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يعني ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب دايما كده، وتحكي لكل الأجيال 52 سنة مرت دلوقتي على حرب أكتوبر العظيمة، و52 مرت وما زالت مصر واقفة على أرض صلبة قيادة وشعبا وقوات مسلحة. سيادة اللواء كده في البداية 52 سنة وحضرتك عشت المعركة بنفسك، مش كده وبس، لكن كل سنة بتحكي للأجيال المختلفة عن أسرار حرب أكتوبر، وخاصة لما سيادتك أصدرت كتاب جميل جدا، الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 73، رصد ودراسة الإعداد والتحضير ومعالم إدارة الحرب، بتحكي فيها أسرار هذا الحرب العظيمة. كيف ترى 52 سنة من عمر هذه الحرب العظيمة يا فندم؟ تمام، أشكرك أولا، وكل سنة وأنت طيب وكل المصريين بخير والصحة وعافية. 52 سنة احنا عايشين في سلام وأمان، ده ناتج عن حرب 73 واسترداد الأرض. مش بس الأرض بقى، الأرض هي الأساس، ولكن تم استرداد كرامة وطن وشرف العسكرية المصرية، وده لم يتحقق إلا بامتلاك إرادة شعب وجرأة رئيس. نعم. حرب 73 دي عبارة عن تعبير عن جرأة رئيس اتخذ قرار الحرب في الظروف اللي كانت سائدة في الفترة ديت، ومعتمد في ذلك على
صلابة الجبهة الداخلية وصلابة وإرادة القوات المسلحة لاسترداد شرف الوطنية وشرف الوطن والعسكرية المصري. نعم. هذا لم يتحقق إلا بالجهد والجدية وامتلاك القوة، سواء قوة مادية في امتلاك السلاح والمعدات، وطبعا الأسلحة اللي كانت موجودة كانت بالكاد تمكن القوات المسلحة من تحقيق مهمتها في مواجهة قوات إسرائيلية تتمتع بالعديد من القدرات القتالية، مدعومة طبعا بالولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية في ذلك الوقت. نعم. نعم. تحقق في 73 كان يعتمد أساسا إلى جانب امتلاك القدرات المادية على القدرات المعنوية، الإصرار والعزيمة والتماسك وقبول التحدي. حرب 73 كانت بيقابلها العديد من التحديات. أقصد بكلمة التحديات نعم. إنها مشكلات فنية وتكتيكية تمثل عوائق أو تمثل صعاب لا يمكن التغلب عليها هو كان معروفا في ذلك الوقت من خبرات تاريخية أو خبرات عسكرية سابقة، ولكن كان الأمر يتطلب التفكير بقدر من الموضوعية والإصرار للتغلب على التحديات. التحديات عديدة جدا نظرا لطبيعة وجود قناة السويس. نعم. ودي تعتبر أعظم مانع مائي مضاد للدبابات، والتغلب عليه يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والتكتيكية. أيضا كان الساتر الترابي اللي ارتفاعه في المتوسط من 18 ل 20 متر وبزاوية ميل حادة لا يمكن التغلب عليها، وتم العديد من التجارب والاختبارات للتغلب عليها، وأخيرا تم الوصول إلى فكرة التغلب عليه بمدافع المية أو ماكينات المية ذات الضغط العالي. نعم. وتم اعتماد الفكرة دي بعد إجراء 300 تجربة. أرجو من السادة المواطنين وأجيالنا الأجيال وأبنائنا الموجودين، التجربة دي كانت بتتطلب أن أنت تنشئ ساتر ترابي بنفس الحجم والضغط. نعم. وتجرب عليه مرة واثنين وثلاثة ثم يتم إعادة بنائه مرة ثانية. المهم أن تم التغلب على تحدي الساتر ده بفكرة مدافع المية. أيضا كان مطلوب إعداد القوات وامتلاك القدرة الجسمانية والقدرة التكتيكية لتسلق الساتر، وطبعا استخدام في النهاية باستخدام سلالم الحبال وحبال الشد. ايضا كان مطلوب التغلب على تفوق الدبابات، لان قيود العبور وقيود عبور اقتحام الموانئ المائية في ذلك الوقت كان يتطلب ان الدبابات لا يمكن انها تعبر الى الضفة الاخرى، الضفة الشرقية، الا بعد 10 ساعات. ده يعني ايه؟ يعني ان قوات المشاة او اي قوات هتبعتها لابد انها تصمد في حدود من 8 ل 10 ساعة في مواجهة الدبابات. نعم. القوات الإسرائيلية كان ليها في هذا التوقيت من 290 ل 300 دبابة جاهزين للعمل في خلال من 30 دقيقة إلى ساعة، ساعة ونص الاشتراك بالكامل. نعم. عشان اختصر الموضوع، قوات المشاة نتيجة الإجراءات العديدة التي أدت إلى امتلاك ما يسمى حائط المضاد للدبابات. يعني كان عندنا حائط مضاد للصواريخ هتكلم عنه، ثم حائط مضاد للدبابات طبقا للوثائق الإسرائيلية في كتاب الجنرال أبراهام أدان، في كتاب موشى ديان، في لجنة إجرانات في القيادة العسكرية. القوات الإسرائيلية خسرت 63% من دباباتها من الساعة 2 لحد الساعة 12 بالليل، يعني 10 ساعات. 63% دي ما بتتحققش. الدبابات قصاد الدبابات لو عملت 40-50% يعتبر نصر. نعم. ده كان بواسطة المشاة
يعني كان الدم واللحم بيقاتل الحديد والنار الله. على الجانب الآخر. الله الله الله. معنى كده ان تم تدمير 180 دبابة من 290 دبابة. الله الله أكبر. نعم. ده من السجلات الرسمية والرجوع إلى العديد من المصادر الرسمية. نعم. وهذا ليس ادعاء مصري. نعم. فإلى جانب التحدي الأكبر وهو مجابهة التفوق الجوي للعدو. أيوه. عن طريق بناء حائط الصواريخ، ونتيجته باختصار ان بعد بدء الهجوم بحوالي 3 ساعات قائد القوات الجوية الإسرائيلية أصدر أمر القوات الجوية أنها لا تقترب من القناة لمسافة 15 كيلو بحيث تكون بعيدة باستمرار عن المدى المؤثر للصواريخ المصرية. نعم. التحدي الآخر كان مطلوب العديد من الإجراءات في التأمين الهندسي، وده كان دور المهندسين العسكريين. نعم. ولا يمكن ان احنا نغفل هذا، ولا يمكن ان احنا نذكر ونعدد ان كان الحجم مهول وقدرات ضخمة. وطبعا استعانوا ببعض الشركات المدنية في تنفيذ بعض المهام التأمين زي بناء صواريخ القواعد الثانية، وقامت بإشراك 5 شركات مدنية. وهنا يظهر صلابة الفرد المصري المواطن المصري، لأن إسرائيل في ذلك التوقيت ركزت ضرباتها الجوية على العمال والجنود اللي بيبنوا قواعد الصواريخ، وبالتالي حصلت خسائر ضخمة. ومع ذلك الناس كانت بتصر ان بعد انتهاء الغارة يتم اعادة العمل في الموقع او نقل مكان الموقع الى مكان اخر. ولما العدو كثف ضرباته الجوية ضد قواعد الصواريخ اضطرينا او هم اضطروا في ذلك الوقت انهم يعملوا ليلا، وبالتالي كان هناك جهد عظيم. ولابد ان احنا نذكر ونشيد بالمواطن المصري المدني اللي اشتغل الى جانب الجندي المصري في بناء قواعد الصواريخ. ومن هنا تمكنا بفضل الله وحمده من بناء الحائط الصواريخ. اجراءات عديدة جدا، ولكن يبقى التحدي الاعظم وهو خداع اسرائيل عن توقيت ونية الهجوم. نعم. وده تم بإجراءات عديدة ما يسمى بخطة الخداع. نعم. ودي كانت خطة مركزية تتضمن حوالي 150 إجراء لمختلف أجهزة الدولة، عسكرية ومدنية، سياسة، اقتصاد، صحافة، إعلام. نعم. وطبعا الأفراد أو الجهات أو الوزراء اللي كانوا بينفذوا إجراءات خطة الخداع كانوا لا يعلموا أنها ضمن إجراءات خطة الخداع، وده طبعا مطلب أساسي. نعم. زائد خداع إسرائيل وتسريب توقيت ليهم مخالف عن التوقيت الحقيقي. أختم أقول إن بعد كل التحديات اللي أنا ذكرت معظمها وليس كلها، كان المطلب الجوهري، تاني بركز، المطلب الجوهري وهو اتخاذ قرار الحرب. وهنا نذكر بكل خير المرحوم الزعيم السادات انه امتلك الجرأة. انا بقول الجرأة الوطنية موجودة عند كل الناس، الاخلاص للوطن موجود كل عند الناس، ولكن جرأة اتخاذ القرار في الظروف اللي كانت محيطة في الجبهة في ذلك التوقيت، الى جانب الموقف الاقتصادي المتردي للدولة المصرية نتيجة مواقف عديدة، الا انه امتلك الارادة والجرأة معتمدا على ارادة وتماسك الجبهة الداخلية، تماسك وشرف الوطن والوطنية للمواطن المصري واصرار الجندي والضابط. ونقول الحمد لله وكل سنه وانتم طيبين. طب انا اسمح لي، انا عارف مش عاوز اسقى على حضرتك، ربنا يبارك في عمرك، لان ده حديث تاريخي بالنسبه لنا وللمواطن المصري بيتابعنا مثل الوطن العربي. ان انا يعني لفت نظري الجنرال ديفيد اليعازر
قال جملة وده موجود، واللي عجبني في سيادتك يا فندم كل كلامك بتجيبه من وثائق الغرب قالها او من الكيان الصهيوني نفسه. فديفيد اليعازر قال هذه الحرب تختلف عن كل الحروب. تختلف ازاي من وجهة نظره ومن وجهة نظر حضرتك؟ طبعا المقالة دي كتبها ديفيد اليعازر رئيس أركان القوات الإسرائيلية في مذكراته. نعم. وباختصار تختلف لأن أول مرة إسرائيل تتعرض لهجوم. في 48 كانت تمتلك المبادئة ضد المتطوعين العرب والقوات العربية. نعم. وتمكنت من إنشاء الدولة في سنة 48. في 56 هي اللي بدأت العدوان بالتعاون مع فرنسا وانجلترا. في 67 هي اللي بدأت العدوان وتمكنت من السلاح على سيناء. وطبقا للفكر ان عندهم دايما والعقائدي ان عندهم دايما النوايا عدوانية ونوايا توسعية ونوايا هجومية. نعم. وكانوا يمتلكوا قدرات متعاظمة في امتلاك المعلومات. وكانوا بيدعوا او كانوا بيقولوا انهم قادرين على اكتشاف اي هجوم عربي قبل ان يبدأ. نعم. فبالتالي الاختلاف هنا انهم لاول مرة يتعرضوا للهجوم. 2 هجوم مفاجئ. 3 هذا الهجوم زي ما اتكلمت كان يتحدى العديد من المشاكل والصعاب اللي هم قالوا. يعني موسى ديان وهو بيصرح لقواته ودولته قبل الحرب وبيطمن الدولة الإسرائيلية، قال لهم ان الجيش المصري عشان يتغلب على قناة السويس وخط بارليف المحصن يتطلب او يحتاج الى سلاح المهندسين الامريكي والروسي معا. نعم صحيح. ديفيد اليعازر لما كانت جولدا مائير منزعجة وبتسأله قال لها اطمئني، قناة السويس هي اعظم مانع مائي ضد الدبابات ولا يمكن اختراقه. مختلفة لان تم التغلب على خط بارليف الاصيل. وانا بنتهز الفرصة بوضح خط بارليف مش بس النقط الحصينة او القلاع الحصينة اللي كانت موجودة على الضفة الشرقية للقناة، ودول كانوا حوالي 32 قلعة حصينة. انما يمتد الى عمق يصل من 30 ل 35 كيلو في اتجاه الشرق، لان كان الى جانب الخط الاولاني اللي هو خط القلاع تم انشاء خط اخر اسمه خط الحصون. نعم. على مسافة 10 كيلو تقريبا في المتوسط، يتكون من 11 حصن على الاتجاهات الرئيسية للهجوم، الى جانب العديد من 300 مسطبة للدبابات او موقع دبابات 300 مسطبة، حوالي 450 من الطرق والمدهات، العديد من الطرق والمدهات اللي تمكن ليهم حرية الحركة والمناورة عبر منطقة الكثبان الرملية اللي كانت موجودة على الضفة الشرقية وحتى المداخل الشرقية للقناة، العديد من مخازن الطوارئ ومراكز القيادة، وكله كان محصن. وبالتالي هنا الاختلاف ان رغم امتلاكهم القدرة على جمع معلومات متعددة بامكانياتهم الالكترونية والتصوير الجوي وهم مش على ما تنساش انهم على مسافة 180 متر من القوات. صحيح. يعني صحيح. فبالتالي كان عندهم حجم ضخم من المعلومات، وبالتالي كان عندهم حجم ضخم من القدرة القتالية. فالاختلاف ان رغم امتلاكهم لكل هذه القدرات اللي انا قلت جزء بسيط منها تم الهجوم عليهم، ولا من الهجوم تختلف. الاختلاف التاني ان زي ما قلت كان هم اللي بيهاجموا، المرة دي بيدافعوا. وهو بيقول في النهاية ان الحركة لينا كانت اسهل في الحروب السابقة. اما في هذه الحرب الاختلاف ان التوقيت ليهم والمفاجأة كانت لينا، وده امر مرير بالنسبة لهم انهم يتعرضوا لهذا الهجوم ويبدأوا المعركة او الحرب من اوضاع دفاعية. وكان الفضل الحمد لله
لله سبحانه وتعالى وللقوات وللمواطن المصري. الاجيال بقى التي لم تعاصر بعد اكتوبر العظيم، احنا شايفين الفيديو العظيم لسيادتك مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي ميزه مصر ودي ميزه قواتنا المسلحه، جيش وطني منذ ايام احمس بنفتخر به. الاجيال التي لم تعاصر اكتوبر العظيم، سيادتك تقول لها ايه يا فندم؟ اولا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا رب. بدون ما استخدم عبارات يعني معنويه. ايوه. واحد، الضعف دعوه للعدوان. يعني ايه الدوله لو كانت ضعيفه، خاصه ان مصر موجوده في محيط سياسي متقلب، والوضع مش هشرحه اكتر من كده. نعم. هناك من يسعى الى تخريب، هناك من يسعى الى التوسع، هناك من يهدد علانية بقدرته على العدوان والاستيلاء وتغيير وجه الشرق الاوسط. هينفذ هذا الكلام اذا شعر او تأكد ان دولتك ضعيفة. فبالتالي الضعف دعوة للعدوان. السلام الذي ننعم به لا يمكن الحفاظ عليه الا بامتلاك القوة. نعم. القوة التي تؤمن هذا السلام، ودي مبادئ يعني عقائدية ومبادئ دينية ومبادئ سياسية ومبادئ حياتية. نعم. فلازم نحافظ عليها. واصل بكلمة القوة ليس فقط قوة عسكرية. نعم. انما قوة الدولة الشاملة. أيوة. قوة علمية، تكنولوجية، اقتصادية، معنوية. صحيح. وكله بيصب مع بعضه. صحيح. صحيح. فبالتالي اقصد القوة هنا. الحاجة الثانية، التطور العلمي اصبح متسارع. صحيح. وتنوع، وبالتالي علينا امتلاك القدرة العلمية والتكنولوجيا في مختلف المجالات. الكلام ده بيجيش غير بالجدية. نعم. والصبر. صح. والجهد. نعم. والسعي الى تحقيق نتائج افضل، يعني الاعتقاد الراسخ بان سلامة الوطن هو يتلخص في سلامة المواطنين، صلابة الجبهة الداخلية، استمرار السعي للتقدم والتحسن في مختلف المجالات، امتلاك الإرادة، امتلاك قوة مسلحة تعتمد على باقي قوى الدولة الشاملة لتؤمن أرض الوطن. نعم. تؤمن سياسة الوطن، تؤمن أهداف الأمن القومي. وعلى المواطن أن يثق في قدراته أولا، طبعا إلى جانب القدرات الإلهية بفضل من ربنا. نعم. نعم. صحيح. ويثق في إخلاصه للقيادة السياسية، ويسعى إلى تدعيم القوة العسكرية في مجاله، سواء كان رجل بيشتغل في القوات المسلحة أو في مجال علمي أو تجاري أو صناعي أو زراعي نعم. نعم. ومختلف المجالات، بحيث القوة هو أمان للسلام، وبدون القوة السلام يصبح مهدد. والدول اللي حوالين مننا الوضع فيها تتمتع بمركز، خاصة ان مصر تتمتع بمركز استراتيجي متميز. نعم. الأطماع كثير. الأطماع عديدة. نعم. وعلينا أن لا نقتنع فقط بالسياسات المعلنة لبقية الدول الفاعلة، ولكن كل دولة ليها سياسة معلنة وسياسة غير معلنة، وهي دي الأخطر. علينا التحسب والتبصر، نعتمد على الله ولكن نسعى ونجد. أنا أقبل رأس سيادتك، اسمح لي بذلك يعني. لا يعني كان سن 6 سنين أيام حرب أكتوبر، ويديك الصحة، وسعيد جدا ان ربنا مد فيه العمر ان انا التقي بواحد من الشرفاء، واحد من العمالقة، واحد اللي اهدوا مصر العزة والكرامة. يعني شاف سيادة الرئيس يعني مش عاوز يخلي حضرتك، مش عاوز يعدي، وعاوز يخلي حضرتك تعدي قبلي. كانت رمزية كبيرة جدا لكل الاجيال انهم يشوفوا قد ايه حضراتكم قدمتوا التضحية والفداء لكل، مش بس المصريين انما على مستوى العالم العربي والاسلامي. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويمتعك بالصحة والعافية يا رب. شكرا. وتشكر كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا سيادة اللواء اركان حرب محمود. في امان الله يا فندم، في امان الله يا فندم. بارك الله فيك يا فندم. اتفضل يا سيادة، اتفضل يا فندم. في رعاية الله يا فندم. مسحوب بالسلامة يا فندم، في رعاية الله. اتفضل يا سيادة يا فندم، اتفضل يا فندم. يعني انا صادق في اللي انا بقوله، الجسم بيقشعر ان انا التقي باحد
ابطال حرب اكتوبر، وخاصه لما يكون القيادات الكبيره زي طبعا كلهم كبار، حتى صف الجند المقاتل عامه كان عامل ابهار لاسرائيل، كان مفاجئ لاسرائيل الجند المقاتل. من مزايا السياده اللواء محمود طلحه مدير كليه القاده والاركان الاسبق واحد ابطال حرب اكتوبر انه مخلص جدا في ان يوضح للاجيال احنا حلوين قوي، احنا اقوياء جدا وما زلنا اقوياء وسنظل اقوياء، ده بسبب ان مصر موقعها استراتيجي في خريطه العالم، فبالتالي المخاطر تحيطها من كل ناحيه. تحيا مصر دايما،